لو مش فاهم أرقامك شركتك بتواجه الخطر. كتير من رواد الأعمال وأصحاب الستارت ابس مش بيشوفوا القوائم المالية إلا مرة واحدة في السنة علشان بس يكملوا الإقرار الضريبي أو يطلبوا تمويل من البنك. بالنسبة للبعض المحاسب هو اللي بيتكفل بكل حاجة وانت مجرد بتوقع في الآخر، لكن الحقيقة القوائم المالية هي قلب شركتك، ولو مش فاهمها يبقى شركتك بتتحرك من غير بوصلة. استنى قبل ما نكمل، عندي ليك خبر حلو. لو مهتم تفهم أرقام شركتك صح وتعرف ازاي تحلل القوائم المالية بشكل احترافي، عندنا قناة جديدة متخصصة في كل ده. القناة ديت هتخليك تتقن تحليل البيانات المالية وكمان ال FMVA، وأول فيديو من كورس ال FMVA متاح دلوقتي على القناة، تقدر تشوفه حالا، هتلاقي اللينك في الوصف تحت. ودلوقتي نرجع للكورس بتاعنا. كتير من الطلبة علاقتهم بالقوائم المالية بتنحصر في شوية معادلات بسيطة زي الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية أو استخراج صافي الربح من قائمة الدخل. بس هل ده كفاية؟ هل المعادلات ديت بتكشف فعلا عن أداء الشركة؟ الحقيقة لا، المعادلات ديت مجرد قمة جبل الجليد. القوائم المالية مش مجرد ورق بتقدمه في نهاية السنة أو أرقام بتحطها في الإقرار الضريبي، هي المراية اللي بتكشف لك حقيقة شركتك، بتوضح لك هل شركتك في وضع مالي صحي ولا لا، هل قراراتك المالية صح ولا محتاجة تعديل. وده اللي هنكتشفه مع بعض في الكورس ده. في الكورس ده هنكسر الحاجز ما بينك وبين القوائم المالية، هنفهم سوا ايه هي القوائم المالية فعلا وازاي نقدر نوصل بيها لتحليل حقيقي يعكس نشاط شركتك. هنركز على الثلاث قوائم الأساسية: الميزانية أو المركز المالي، البالانس شيت، واللي بتظهر لنا موقف شركتنا المالي في لحظة معينة، هل أصولنا كافية لتغطية التزاماتنا، وكمان قائمة الدخل الانكم ستيتمنت، هل الأرباح اللي بتشوفها على الورق حقيقية ولا في حاجة مستخبية، وكمان قائمة التدفقات النقدية الكاش فلو ستيتمنت، الفلوس بتيجي منين وبتخرج لفين، وهل بنعرف ندير الفلوس بتاعتنا بكفاءة. كل قائمة مالية من دول مش مجرد أرقام، هي بتقولك قصة شركتك. معانا هتعرف ازاي تقرأ القصة ديت وتفهم إذا كانت شركتك ماشية في الاتجاه الصح ولا محتاجة تغيير في المسار. بعد الكورس ده هتطلع بثلاث حاجات أساسية. أول حاجة، إزاي تعد قوائم مالية بنفسك، هنعلمك إزاي تجهز القوائم ديت خطوة بخطوة وتفهم كل تفصيلة فيها. تاني حاجة، إزاي تقرأ وتفسر القوائم المالية، هتبقى قادر تمسك أي قائمة مالية وتفهم منها الوضع الحقيقي لشركتك. تالت حاجة، إزاي تحدد إذا كان نشاطك بيحقق أرباح حقيقية ولا مجرد أرقام مضللة على الورق. الهدف من الكورس ده إنك تبقى قادر تتعامل مع القوائم المالية كأداة استراتيجية مش مجرد ورق. هنفهم إزاي القوائم المالية ديت بتساعدك تتخذ قرارات مصيرية لشركتك، سواء كنت صاحب مشروع صغير أو حتى طالب في كلية تجارة لسه بيدرس. استعد لرحلة هتخليك تفهم لغة الأرقام بطريقة مختلفة تماما. يلا بينا نبدأ مع أول فيديو في الكورس. وكالعادة ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.